يلا مستنية ايه؟ قومي دلوقتي اعملي بسكوت، اجمل بسكوت عندك في البيت ما شاء الله، جميل جدا روعة. كمان هتعملي البسكوت بالشوكولاتة من مكونات بسيطة جدا، هتعملي اجمل واحلى بسكوت ومن غير بقى اي اضافات كتيرة، وبحاجات بسيطة هتعملي اجمل بسكوت عندك في البيت. هنجيب مع بعض كده بيضتين، تمام، بحرارة الغرفة، وهنجيب كوباية من السكر. هنضرب الاول البيض مع السكر مع بعض، وبعد طبعا ما ضربناهم كويس هنضيف نص كوباية من الزيت، وهنضيف رشة من الفانيليا، وهنضيف نص معلقة من الخل الأبيض. تمام. طبعا كل الحاجات ديت هتتضرب تاني في الخلاط، وبعد كده هنجيب البولة بتاعتنا، هنضيف فيها الخليط اللي احنا جهزناه، هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. وهنجيب كوبايتين من الدقيق، وهنضيف عليهم كوباية من النشا، أهم حاجة تكون نخلة الدقيق والنشا كويس. وهنضيف نص كوباية من جوز الهند، وهنضيف نص كوباية من اللبن البودر، وبعد كده هنضيف ربع معلقة من بيكنج باودر. تمام. هنقلب كل المكونات ديت مع بعض يعني لمدة 5 دقايق كده. واهم حاجة تكون العجينة معاكي طرية، ما تكونش ناشفة، اهم حاجة تكون طرية، وبلاش تعجني فيها كتير عشان ما تعملش معانا عرق. وبعد كده هندخل العجينة لمدة 10 دقايق في التلاجة. بعد ما فات 10 دقايق من الوقت، 10 دقايق، طبعا هنعمل كده كور زغنطوطة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام. وبعد كده هتجيبي المعلقة اللي انت هتعملي بيها، معلقة الأكل اللي هي الكبيرة، هتعملي بيها الشكل طبعا اللي انت هتشوفيه دلوقتي. طبعا هي بسيطة جدا يعني وسهلة، يعني هي مش صعبة عليكي، هتعمليها على طول. طبعا اهم حاجة لازم تعملي المعلقة الاول بزيت، علشان العجينة لما تيجي تشيليها تشيل معاكي بكل سهولة. وبرضو السكينة ان انت هتعملي بيها لازم برضو تكون فيها زيت، زيت كده بسيطة، علشان لما تيجي تقطعي العجينة مش تلزق منك في الشوكة، قصدي في السكينة. وبعد كده طبعا هنشيل بطرف السكينة كده العجينة بالراحة وبشويش، مفيش أبسط من كده. حاجة جميلة قوي، حاجة روعة، يعني حاجات بسيطة جدا بتعمليها من غير بقى أي مواد حافظة، ومن غير الحاجات اللي هي بتتعب الأطفال. حاجات عندك موجودة عندك في البيت، هتعملي أجمل وأحلى بسكوت. زي ما انت شايفة كده هتعملي بشويش، هعمل معاك كمان واحدة. من غير ما اتكلم الشكل بيحكي، يعني من غير ما اتكلم، من غير اعمل لكم في تفاصيل، هي الشكل باين اصلا. زي ما انتوا شايفين كده شكلها روعة قوي، شكلها جميل. وكمان لسه كمان لما تعمل بالشوكولاتة بجد الشكل حكاية. عاوزة تاكليها كمان من غير ما تسويها، بجد طعمها وريحتها روعة. هتشيلها كده بالراحة كده من طرف السكينة كده بالراحة، وبعد كده هتحطيها في الصينية، ترصيها كده في الصينية زي ما انت شايفة. ما شاء الله جميلة جدا روعة. من غير اي انتظار، هتكونوا طبعا مجهزة الفرن بتاعك على 180. طبعا هتقعد يعني بالكتير قوي ل15 دقيقة ل20 دقيقة حسب الفرن بتاعك. وبعد كده طبعا هنجيب الشوكولاتة، طبعا أي نوع شوكولاتة موجود عندك هنضيفها في بولة، وبعد كده طبعا هنسيح الشوكولاتة على حمام بخار. وبعد كده طبعا هنضيف البسكوت اللي احنا جهزناه، هنضيفه كده في الشوكولاتة كده، هنعمل نص البسكوت زي ما انت شايفة. اهم حاجة يكون البسكوت يكون بارد خالص، يكون بارد ما يكونش ساخن، علشان مش يسيح لنا الشوكولاتة والشوكولاتة تثبت على البسكوت. تمام. نعمل كده بشويش وبالراحة. أسأل وأحلى بسكوت هتعمليه عندك في البيت للأولاد ما شاء الله. طبعا تفطري بيه على حاجات سخنة، تتعشي بيه على حاجات سخنة، ما شاء الله الاتنين أحلى من بعض، سواء فطار سواء عشاء، ما شاء الله جميل جدا وروعة. وكمان الأطفال كمان تاخده معاها وهي رايحة المدارس، بجد ممتاز جدا وطعمه روعة، طعمه رهيب جدا. حتى لو كمان لو جالك ضيف يكون انت عاملة حاجة حلوة كده، من أقل التكلفة عملت أحلى وأجمل بسكوت عندك في البيت من غير أي مكونات كتيرة. ما شاء الله هش جميل جدا، وفعلا بيقرمش مقرمشة فظيعة. لازم تجربوه عندكم في البيت.
جميل جدًا، روعة، والشكل حكاية، الشكل أصلًا بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. أتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبِك، أتمنى منِّك بلايك وشير، أتمنى منِّك بدعوة حلوة، مع ألف سلامة.